Seni öldürmeye geliyordu. Dedim mi sana? Senden sonuçlandı. Yaman sakin ol. Babamın tuzak kurdular. Nerede bırakmayacağım. Müthiş. Hayır Murat! Nerede deden? Engel olacaksın. Niye engel olayım sana? Ne yapacak? Seni kaybettim. Daha sonuçlandı öldürdü. Yapacaksan yap ama bu sefer birlikte yapacağız. Diğeriniz kodası. Ben de onları kendiniziyle gidiyorsunuz. Eğer bana... İkiniz de... Beni tuzaklarına düşürmezsen bana da yaman. Biriniz mezarlar demesinler. ملخص الحلقة 18. بفضل اللعبة التي أنشأها يامان، أصبحت كل سيناريوهات الضحية التي يواجهها سرحان لا شيء. يتعين على سرحان الآن أن يحسب تحركاته العدوانية الأخيرة للحفاظ على نسرهان. يتغير التوازن بالنسبة لشبنم ومتين عندما يعلمان أن ألاز هو من حاول قتل يامان ورويا، وأن سرحان كان يحاول التستر على هذه الحقيقة لحماية ابنه. تبدأ شبنم في التشكيك في جميع القرارات التي اتخذتها حتى الآن. ترى رؤيا الآن أن والدتها وأبيها مرتبطان حقا. هناك طريقان أمام نسرهان، إما أن تستسلم للابتزاز الذي يطرحه سرحان ليكون ورقته الرابحة الأخيرة، أو أن تخرج من الزاوية بمساعدة يامان لتأخذ زمام الأمور وتقاتل حتى لا تفقد أبناؤها أمام سرحان. ألاز يندم أكثر على آسي لما حدث. حبهم الذي تغذيه الكراهية ينمو أكثر حتى لو لم يدركوا ذلك. ألاز الذي طعنه آسي يموت بين يدي جوفين، عالق في الزاوية من جميع الجهات. مركز غضب سرحان الوحيد هو يامان ووالده، كما أن حقده يغذي العداء بين ألاز ويامان، واحد منهم على وشك أن يخسر كل شيء. ولكن من هل يستحق الإبرياء كل هذا؟ سيكون الخاسر في هذه المعركة العمياء.